إمتى الطفل بيتجنب أداء المهمة؟ لما بتكون المهمة صعبة ومش عارف يعملها، لما بيكون مش فاهم إيه المطلوب منه بالظبط، خايف إنه يفشل فيها نتيجة فشل سابق في نفس المهمة، خايف من الانتقاد اللي بيتعرض له لو غلط، خايف ما يعملش المهمة على أكمل وجه لو هو شخصية مثالية وبيسعى للكمال. طبعا في احتمالات تانية ممكن تكون السبب في إنه يرفض إن هو يذاكر أو إنه يعمل أي واجبات عنده أو أي مهمة روتينية تانية. طيب والحل؟ لو ابنك رافض يعمل أي مهمة، وقفي شوية وفكري، هل سبب الرفض حاجة من الحاجات اللي احنا لسه قايلينها ولا سبب تاني خالص؟ لو هو لقيتي إن السبب عشان صعوبتها، حاولي إن انت تبسطيها وتسهليها على قد ما تقدري. لو هو مش فاهم إيه المطلوب، اشرحي له لحد ما تتأكدي إنه فاهم هيعمل إيه بالظبط. طمنيه لو خايف إن هو يفشل، عرّفيه إن إحنا كُلّنا عادي بنتعلّم لحد ما بنقدر إن إحنا نتقن، خلّيه يتقبّل عمله ومحاولاته طالما عمل اللي هو يقدر عليه، مش لازم إن هو يوصل للمثالية. طبعًا لو مش سبب من دول، حاولي تشوفي السبب إيه وتعالجيه قبل ما تقرري إن رفضه ده دلع أو عدم تحمُّل مسؤولية.